السلام عليكم، معكم يونس من قناة أفكاري بالليل. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيجي لينا كاملين، وهو ديك الأفكار الغريبة اللي كتجي لواحد قبل ما ينعس. واش عمركم سولتوا راسكم علاش كيوقع هادشي؟ العقل ديالنا كيبقى خدام واخا نكونوا قريب نعسو. في هاد اللحظات كيبدا المخ ديالنا يطلق العنان الافكار اللي ماشي ضروري تكون منطقيه. هادشي كيوقع حيت العقل الواعي كينقص فيه التركيز، وكيتحرك العقل الباطني اللي فيه بزاف ديال الحوايج اللي عشناها ولا فكرنا فيها بلا ما نحسو. وبما ان الجسم كيكون مرتاح والعقل كيكون قريب من النوم، كتنطلق لينا هاد الافكار اللي كتكون غريبه ولكن زوينه في بعض الاحيان. باش نبقى واضحين، شحال من واحد فينا راه جاتو شي فكره ديال اختراع ولا حل شي مشكل وهو على الفراش. راه بزاف ديال المشاهير والعباقره كيقولوا بلي احسن الافكار جاتهم في هاد اللحظات. مثلا نيوتن قال بلي فكره الجاذبيه جاتو وهو كيتامل تحت شي شجره. انا شخصيا راه كتجيني بعض المرات شي افكار غريبه، بحال شكون سبق واش البيضه ولا الدجاجه، ولا علاش الكولا ما كتلصقش في القرعه، ولا علاش الماء القاطع كيدوب شحال من حاجه ولكن ما كيدوبش القرعه اللي كيكون فيها. في هاد القناه غادي نحاولوا نجاوبوا على بعض هاد الاسئله اللي كتبان عبيطه ولكن راه عندها جواب وعندها تفسير، كيف ما فسرنا وجاوبنا على موضوع ديال علاش كتجينا هاد الافكار. المهم ما خصكش تخلي هاد الافكار تضيع. حاول دائما تكون عندك شي ورقه وستيلو حداك، ولا استعمل التليفون ديالك باش تسجل هاد الافكار. راه هادشي كيساعد بزاف انك تستغل هاد الابداع اللي كيجيك في هاد اللحظات. واللي زوين هو انك في الصباح تقدر ترجع تقرا اللي كتبتي وتشوف واش تقدر تخدم على هاد الافكار ولا لا. وفي الاخير كنسولكم، شنو هي اغرب فكره جاتكم في بالكم ملي كتقربوا تنعسوا؟ خليو لي تعليقاتكم تحت الفيديو وانا غنحاول نجاوب على هاد الافكار الغريبه اللي كتجينا بالليل. وما تنساوش اللايك والسبسكرايب باش يبقى وصلوكم ديما فيديوهات جديده.